سبحان الله. الإنسان كل ما بيتقدم في العمر كل ما بنكبر، في مفاهيم كتير جوانا قوي بتتغير، من ضمنهم مفهوم السعادة. يعني من 20 25 سنة لو جيت سألتني ايه اللي يسعدك، كنت هقولك يبقى عندي عربية مثلا بي ام دبليو حمرا فئة كذا، أو بيت كبير فاميلي هاوس بجنينة، ودريسنج روم كبيرة فيها هدوم كتير براندات وسينيهات، وفي الشتاء نروح نشتي في شرم أو الغردقة، وفي الصيف نصيف بره. تيجي دلوقتي تسألني ايه اللي يسعدك، هقولك في كلمتين: راحة البال، السلام النفسي. لما يعدي عليك يوم عادي هادي رايق وانت مبسوط، مش مشحون ولا غضبان ولا خايف ولا قلقان، دي سعادة. لما يكون عندك حرية الاختيار انك تختار الكوميونتي، الناس اللي هتكمل معاهم حياتك وانت شاعر بالامان والسكينة والطمأنينة، دي سعادة. لما تنام على مخدتك وانت مش زعلان من حد ومتأكد ان محدش زعلان منك، دي منتهى السعادة. السعادة كل ما بنكبر، هي طبعا امر نسبي مش مطلق، مش حاجة تعريف للسعادة، السعادة جوانا احنا. كل ما بنكبر كل ما يعني متطلباتنا للسعادة بتقل وقيمتها بتكبر. قولولي ايه مفهوم السعادة عندكم، ايه اللي يسعدكم؟ ربنا يسعدكم باللي يرضيكم.